احفظ الفيديو ده لانك هترجع له قريب جدا. وفي اخر الفيديو عندي بونص خاص هيعرفك على اقوى AI ايجنت ممكن تستخدمه النهارده. الذكاء الاصطناعي دلوقتي مش مجرد اداة بتساعدك، AI ايجنت بقوا بيشتغلوا لوحدهم، بياخدوا قرارات وبيكملوا المهام من غير تدخل منك. الموضوع ده هيغير كل حاجه في 2025. خليني اقول لك ازاي تستفيد منه النهارده قبل اي حد. AI ايجنت هم الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، مش بس بيردوا عليك زي تشات جي بي تي، لكن بيقدروا يفكروا، ينفذوا مهام وياخدوا قرارات بناء على البيانات اللي عندهم. ازاي ده هيغير كل حاجه؟ اول حاجه اداره المهام بالكامل. دلوقتي عندك AI ايجنتس زي اوتو جي بي تي وايجنت جي بي تي بيقدروا يعملوا مهام معقده لوحدهم. تقدر تقول للاي اي سواق للمنتج ده، وهو هيخطط وينفذ ويراجع النتائج بنفسه. رقم 2 تحليل البيانات والتوقع الذكي. تخيل ان عندك اي اي بيراجع كل بيانات السوق ويحدد لك افضل استراتيجيه تسويق ممكنه. ادوات زي بيربلكستي اي اي بتجمع معلومات من الانترنت وتديك قرارات جاهزه بدون ما تضيع وقتك في البحث. رقم 3 تشغيل الاعمال بدون تدخل بشري. بعض الشركات بدأت تستخدم AI agents لإدارة خدمة العملاء ومتابعة المبيعات وحتى إنشاء المحتوى. يعني تقدر تدير بيزنس كامل من غير ما تشتغل فيه بنفسك. البونص اللي وعدتك بيه، لو عايز تبدأ النهارده جرب أداة تاسك ماتريكس AI من مايكروسوفت اللي بتخلي الذكاء الاصطناعي ينفذ مهام اوتوماتيكيا بدل البشر. الأداة دي هتختصر عليك وقت رهيب وفعليا هتغير طريقة شغلك بالكامل. احفظ الفيديو ده وابدأ استغل ال AI agents قبل ما المنافسين بتوعك يسبقوك. ولو عايز لستة بأفضل الأدوات اللي ممكن تبدأ بيها اكتب لي AI في الكومنتات وأنا هبعتها لك على طول.